الفسيخ في البيت حاجة تانية خالص، تعالوا نعمله مع بعض. جبت سمكتين بوري طازة وفريش من العين كده، لما تبقى جاهزة وصافية تعرفي ان السمكة فريش. حطيت خل ومية وبدأت اغسل السمك بتاعي غسيل كويس جدا. انا عملت سمكتين بس عشان محدش بياكله في البيت غير انا ومامتي. خلصت الغسيل ونضف، بمسك بقى مناديل المطبخ وادخل في حالة تنشيف وتجفيف كويسة وممتازة للسمك البوري. التنشيف والتجفيف ده مهم قوي 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 علشان عملية تمليح السمك تطلع ممتازة. طيب ههتم كمان بالراس بالديل، باني اجفف حتى الزعانف، ما تخليش حتة الا وتنشفيها وتهتمي بيها. الخياشيم هنفتحها مع بعض عشان نبدأ ننتزعها. انا بوريك ان الخياشيم لونها محمر، وده معناه ان السمك بتاعي طازة وفريش. بنتزع الخياشيم وبشدها اهي، طلعتها. هطلع الحتة اللي متبقية كمان، لازم الخياشيم تطلع بالكامل. طلعتها من الناحية اليمين وهبدأ أكمل تطليع في اللي متبقي منها اهو مع بعض بالراحة. هي عصلجت معايا شوية، ادي اخر فتفوتة في الخياشيم. هروح على الناحية التانية في الخياشيم وابدأ برضو انتزعها. السر كله متلخص في التنظيف والتجفيف وبعدين في انتزاع الخياشيم. هتعرفوا دلوقتي معايا التفاصيل. انتزعت الخياشيم، برجع بقى على الحوض واغسل الخياشيم في الفراغ اللي حصل كويس، واجفف تاني بمناديل المطبخ كويس جدا. طيب انا جففت من بره عشان طرطشت عليها شوية مية وانا بغسل الخياشيم، واهتميت جدا باني اغير مناديل المطبخ حتى وانا حطاها تحت السمك علشان تشرب اي مية، ما يبقاش الصينية مبلولة فانا كل ما انشف من فوق تتبل من تحت. بمسك بقى مناديل المطبخ دي وبحطها في خياشيم السمكة البوري بعد ما انتزعت المكان بتاع الخياشيم. يعني مكان الخياشيم بنحشيه مناديل مطبخ جافة جدا ونحطها في الناحيتين يمين وشمال. ادخلها كده بصباعي لجوه واغرزها لجوه قوي عشان اضمن انها دخلت لجوه خالص. امسك الناحية التانية في خياشيم السمكة واحط فيها مناديل المطبخ واطمن قوي انها دخلت تمام التمام. بعد حوالي ساعة بطلعها، شربت المية والدم اللي موجود، بوريهولكوا اهو، شربت كل المية والدم اللي في الخياشيم. بشيلها وببدأ اجففها تاني واطمن ان مفيش اي حتة في السمكة مبلولة باي شكل، وحتى لو كانت نقطة صغيرة. اطمنت تمام التمام. وكمان اللي طمني اكتر ان القشور بتاعة جلد السمكة مش بتطلع معايا في التجفيف، لو طلعت تبقى السمكة بايتة. طالما ثابتة في مكانها وما بتطلعش يبقى السمكة طازة وعالي العال كده. حلو قوي. نجيب بقى سر التمليح بتاع الفسيخ، الملح الرشيدي. انا جبته من رشيد عن طريق صديقة عزيزة ليا. بحطه جوه الفراغ بتاع الخياشيم واحشيها كويس قوي قوي، يعني املى الخياشيم يمين وشمال بالملح الرشيدي. اتملت وبقت تمام اهو. انا اطمنت وانا بضغطها انها مليانة من الناحيتين. لو حسيت ان في شوية فراغ اهو بملاها تاني، انا مش عايزة يبقى في فراغ خالص في مكان فراغ الخياشيم. اتملت وانا اطمنت قوي كده تمام التمام. بحطها في كيس نايلون نظيف وزي الفل، زي الفل يا جماعة، مش مستعملينه قبل كده. واجيب الملح الرشيدي واغطي بيه جسم السمكة من الناحيتين يمين وشمال. لو عايزة الفسيخ مالح قوي كتري الملح، انا بحبه معتدل فما بكترش الملح. حطي الملح اهو معايا. خلصنا حط الملح، نبدأ بقى نحكم غلق الكيس على البوري. همسك الكيس بتاعي وبالراحة كده وعلى الهادي يا زبادي ابرم كويس قوي. اهم حاجة في البرم اني اضيق المسافات ومخليش هوا يبقى موجود في الكيس
عشان اضمن ان التمليح يبقى ناجح معايا. خدتها من كيس على كيس عشان اطمن لعدم دخول اي هواء، لان الهواء بيشمل مجموعة من البكتيريا والميكروبات ممكن تبوظ لي الدنيا. الف وابرم بشويش وبالراحة على الهادي يا زبادي، والم الكيس كده من اليمين ومن الشمال، وابرم ابرم ابرم. برمت وخلصت برم كده، ده تاني كيس. اخش بقى على الكيس التالت، المرحلة التالتة والاخيرة من التكييس. انا زي ما قلتلكوا عملت سمكتين، ادي الاولى وادي التانية. بحطهم عكس عكاس، الراس عند الديل والديل عند الراس، وابدأ ابرم الكيس التالت والاخير برمة كويسة، والف كويس قوي قوي وبالراحة وعلى الهادي يا زبادي. كل لما برمت كويس واتأكدت من عدم دخول الهواء، كل لما خدت فسيخ عالي العال. هدخله بقى كده مع دبارة وابرمها 10 ايام في التمليح. طلعته، الريحة مش قادرة اقول لكم جبارة، وده شكل السمكة بعد ما اتملحت وبقت فسيخ. سكينة حامية واقطع الديل كويس قوي، وبعدين هروح واقطع الراس. انا طبعا حطيت ورق زبدة عشان مش عايزة ابهدل البوردة الخشب بتاعتي. بقطع الراس تمام شويش وما نعورش نفسنا كده. استغنيت عن الديل وعن الراس. يلا بقى ندخل في الكلام الجامد ونخش على التقيل قوي. همسك بطن الفسيخة وافتحها. افتح يا سمسم. الله اكبر، مش قادرة اقول لكم اللون الوردي عامل ازاي. بامبي 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 على رأي سعاد حسني. الريحة طبعا جبارة والشكل جبار واللون جبار اكتر. انا هسيب لكم فيديو لينا واحنا بنخلي الفسيخ عشان تخليه بنفسك في البيت، وتعالي بصي معايا وملي عينيكي من الجمال والحلاوة. انا شلت بس سلسلة الظهر، لكن لو عايزة تعرفي تفاصيل خلي الفسيخ بسهولة شوفي فيديوهاتنا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا تفعيل للجرس ولايك وشير بقى. انا بشيله بشويش ليه؟ علشان ما انتزعش اي حاجة من لحمة الفسيخ مع سلسلة الظهر. كده تمام، الشكل رائع ورهيب، السلسلة طلعت نظيفة. تعالوا بقى نشيل العظم او عظم السمك الصغير او الكبير. انا بشيله واحدة واحدة، تقدري تعملي ده بايديكي. ده شكل العظم الكبير بعد ما شيلته. بقطع بقى الفسيخة من النص علشان تبقى اسهل في التخزين واسهل كمان بعد كده في الاكل. تقدري بقى تاكلي وتستمتعي انتي وحبايبك، سواء في اعياد شم النسيم او في عيد الفطر المبارك. بصوا بمد ايدي بس كده، زبدة يا اخواتي، زبدة والله زبدة. لايك وشير ويلا ناكل من جوه الحلقة.